السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، اموركم جيده على ما يرام. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الكفته. بالنسبه للكفته راه كنديروا الكفته اي كفته. هنا عندي الكفته، عندي البصيله، عندي شويه الكمون، عندي شويه الخرقوم، شويه ديال التحميره. بالنسبه للكفته راه نديروا الكفته ديال لاداند ولا ديال الدجاج ولا حتى ديال البقري، راه كتجي بحال بحال. هنا درت شويه البزار، غادي نضيف شويه الملحه، نص معلقه الملحه. هنا غنضيف الزيت العاديه، الا بغيتو نتوما ضيفوا الزيت البلديه بحال بحال. هنا غادي نضيف شويه ديال الزعتر، غنحكو بيديا. وهنا عندي شويه الربيع، قزبر ومعدنوس مقطعين، غادي نضيفهم حتى هما. يعني هاد الكفته راه سريعه بالزربه، يعني بسرعه كتوجد. هنا البنات انا كنت زربانه الصراحه، كان قريب يأذن المغرب وكنت زربانه. هنايا انا حكيت الثومه، غير فص واحد ديال الثومه، ما نكتروش لان رمضان حنا ما كنكتروش الثومه. وانا هنا عندي الكفته ديال لاداند، غادي نضيف فص واحد ديال الثومه. كتجي زوينه البنات هاد الكفته، ما كيجيش فيها المذاق د السفوره ولا شي حاجه، كتجي بنينه. هنا انا غادي نخلط كل شيء مزيان حتى يندمجوا لي العناصر كامله مع بعضها، ونخليها ترتاح. كما كتشوفوا انا كنخلط مزيان، كنحاول نخلط ونضغط بايدي باش تخلط ليا هذيك الكفته مزيان. هنا البنات انا غادي ناخذ مطيشه عاديه بالقشور ديالها. كما قلت لكم البنات راه هاد الكفته هذه سريعه، يعني ما نحتاجوش نبقاو نوجدوا لاصوص بوحدها ولا نحكو مطيشه ولا نطحنوها. انا هنا غادي نقطعها، غادي نخليها حتى طيب مزيان. هانتوما تبعوا معايا الفيديو حتى الاخير وانتوما غتشوفوا الطريقه ديال هاد الكفته كيفاش غتجي. وصراحه كتجي بنينه البنات، واخا هاد الكفته ديال الزربه يعني سريعه، يعني كفته اكسبريس دغيا كتوجد بسرعه كتوجد. هنا البنات انا قطعت هنا حبه ديال المطيشه، هنا زدت الثانيه. كما شفتوا معايا البنات انا راه ما نقيتها ما والو، يعني بالقشره ديالها صافي. هاد الكفته هذه البنات تقدروا ديروها حتى في الفران، كتجي زوينه. انا كنديرها حتى في الفران، ولكن في الفران كندير معها الفلفله ومطيشه كتجي زوينه، وحتى البصله. هنا في المقله لا، هنا كندير غير مطيشه. كما شفتوا انا قطعتها هنايا دوائر. غادي ناخذ فص ديال الثومه، غادي نحكو حتى هو فوق هاد المطيشه. كما شفتوا البنات راه ما كنكتروش الثومه لان رمضان حنا ما كنكتروش فيه الثومه. صافي هنا غادي نضيف الزيت العاديه، غير الزيت ديال الطياب. وهنا ضفت شويه الملحه، ما كنكتروش الملحه لان مطيشه حامضه. هنايا انا ضفت شويه البزار، شويه الكمون، وشويه التحميره. كما شفتوا البنات انا راه درت غير البزار والكمون والتحميره فقط. هنا انا نضيف شويه ديال الربيع مقطع، قزبر ومعدنوس مقطعين.
صافي البنات غادي نديرها طيب. شوفوا البنات ها هي طابت كما شفتوا، كما كتشوفوا البنات ها هي الكفته ديالي من بعد ما طابت، ها هي كتجي لذيذه وسريعه كما شفتوا. انا هنا راه كان قريب يأذن المغرب ودغيا وجدات يعني في اخر لحظه وجدتها. كنتمنى تعجبكم هذه الكفته.